صباح الفل. ناس كتيرة سألتني على تجربتي مع العربيات الكهرباء، خصوصا بعد ما جربت التسلا والام جي زد اس. فبعد ما جربت العربيتين دول لمدة طويلة، عايز اقول لكم بقى تجربتي مع العربيات الكهرباء سواء جوه البلد او في طرق السفر. تابعوا الحلقة دي عشان هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل وبأمانة بدون أي تحيز سواء للعربيات الكهرباء أو للعربيات البنزين، لأن في كل الحالات أنا بحب كل أنواع العربيات. مبدئيا ما تشتريش اي عربيه كهرباء الا لو كان عندك مكان تقدر تشحن فيه شحن البطيء اللي هو الاي سي، لان اكتر حاجه ممله في العربيات الكهرباء دي هو شحن البطاريه. الشحن البطيء بياخد حوالي 5-6 ساعات، فاستحاله هتكون انت رايح مشوار او في طريق سفر وتقعد تشحن شحن بطيء 5-6 ساعات. حاجه من الاثنين، يا اما هتشحن شحن بطيء اوفر نايت في البيت، يا اما هتشحن في الشغل، لان هم دول اكتر مكانين انت بتقضي فيهم وقت. فلو انت ظروفك تسمح في البيت انك تشحن شحن بطيء، سواء بقى عندك فيلا، عندك بيت دور ارضي، متفقين مع بعض في العماره وجايبين محطه شحن كهرباء، فده طبعا هيكون انسب حاجه، لان انت تحط العربيه تتشحن بالليل اوفر نايت، هتصحى الصبح تلاقيها مشحونه، فدي مفيش فيها اي مشكله. الشحن في البيت هيكون ارخص حاجه تقريبا. اما بقى بالنسبه للشحن السريع، فالشحن السريع ده موجود في محطات البنزين وموجود على طرق السفر، فما تستعملش الشاحن السريع الا لو انت مسافر، لسببين. السبب الاولاني انه غالي، تكلفته عاليه. السبب الثاني ان لما بتشحن البطاريه شحن سريع، فالبطاريه بتاخد الشارج بتاعها بسرعه جدا، فبالتالي بيحصل فيها شويه انفليشن، البطاريه بتتنفخ شويه، فده مضر للبطاريه. فما ينفعش تقعد تشحن البطاريه شحن سريع على طول الوقت، ده مضر لللايف تايم بتاع البطاريه، لان لما تشحن البطاريه شاحن سريع بالتالي لازم تفضي الشارج بتاعها في نفس الوقت. يعني لو انت ماشي على طريق سفر وقفت تشحن شحن سريع، هتفضي الشحن بتاع البطاريه في المسافه اللي باقيه لك من السفر، فبالتالي ما تشحنش شحن سريع الا وانت مسافر. طيب، عايز بقى اقول لكم تجربتي مع العربيتين في السفر، لان انا جربت الام جي زد اس اي في، جربت كمان كل موديلات التسلا، تسلا موديل واي، تسلا موديل 3، تسلا موديل اكس، تسلا موديل اس، جربت كل العربيات وسافرت بالعربيتين سواء بالام جي وسواء بالتسلا. بالنسبه بقى للسفر، الام جي فيها بطاريه 70 كيلو وات، البطاريه دي الرينج بتاعها حوالي 450 كيلو، وهي من افضل البطاريات العربيات اللي هي الميد سايز اللي هي في الرينج ده. ولكن ال 450 كيلو دول ما بيبقوش 450، طبعا انتوا عارفين الرينج اللي بيكتبه التوكيل عمره ما بيكون هو ده اللي بيحصل في الاكتوال لايف. ال 450 كيلو دول بيرسوا على حوالي 350 كيلو، ولكن كمان في حاجات بتأثر على الرينج بتاع البطارية، زي مثلا درجة الحرارة، لأن في الشتاء الرينج ده بينزل كمان حوالي 30% عن الأكشوال رينج، فبالتالي ال 330 دول في الشتاء ممكن ينزلوا كمان عن ال 330. في كمان حاجات تانية بتأثر على الرينج بتاع البطارية، زي مثلا الهواء، لو انت ماشي في طريق فيه رياح عالية والهواء جاي في وش العربية فده بيأثر. لو انت مشغل التكييف، لو انت مشغل كل الحاجات الانوار والحاجات اللي في العربيه، لو انت بتدوس جامد على دواسه الاكسلريتور فبالتالي بتستهلك كهرباء كتير. طبعا طرق السفر بتستهلك اكتر استهلاك، لان انت طول الوقت دايس على دواسه الاكسلريتور، فطول الوقت بتستهلك كهرباء، غير لما بتبقى سايق جوه البلد، لان جوه البلد الريجنريتيف بريكنج بيرجع تاني جزء من الباور للبطاريه، فبالتالي طرق السفر بتستهلك شحن كتير جدا. طيب، انا بقى لما جربت السفر بالعربيه الام جي، انا سافرت بالعربيه دي مدينتين. المدينه الاولانيه كان المسافه حوالي 250 كيلو، فكانت اوكي، هقدر اسافر من بغداد اللي انا ساكن فيها للمدينه دي من غير ما اشحن خالص، لان رينج البطاريه زي ما قلت لكم حوالي 330 كيلو، فمش محتاج ان انا اقف اشحن. ودي بصراحه كانت عمليه جميله جدا ان انا اقدر اسافر وبعدين اشحن هناك، وبعدين وانا راجع برضه هاخد الطريق كله من غير ما اشحن. سافرت بقى بيها مدينه تانية من بغداد لليون، دي حوالي 570 كيلو. هنا بقى كانت المشكله، اولا انا كنت مسافر في الشتاء فكانت درجه الحراره قليله جدا، فرنج البطاريه طبعا نزل زي ما قلت لكم حوالي 30%. كمان وانا سايق كان الهواء جامد جدا والهواء جاي في وش العربيه، فاستهلك كهرباء كتير جدا بصراحه. فكان المفروض ان انا في الطريق هقف اشحن مره واحده، لان 550 كيلو والعربيه الرينج بتاعها حوالي 300 كيلو 330 كيلو، فكان المفروض يعني البلان بتاعتي ان انا كنت هقف اشحن مره واحده في الطريق. ولكن اللي حصل مع استهلاك البطاريه العالي عشان الهواء كان جاي في وشي، مع درجه الحراره القليله جدا، فاضطريت ان انا اقف اشحن مرتين في الطريق. كمان الام جي زد اس سرعه استقبالها، سرعه شحن البطاريه مش احسن حاجه، فبالتالي كنت بقف اشحن في محطات الشحن باخد مده طويله جدا، فالطريق بدل ما ياخد حوالي 6 ساعات خد حوالي 8 ساعات، فدي كانت حاجه ممله جدا بصراحه. فلما يكون عندك عربيه الرينج بتاعها مش كبير،
حاجه من الاثنين، يا اما تستعملها جوه البلد، فدي جوه البلد مفيده جدا ومفيش اي مشكله فيها، يا اما لو هتسافر تكون سفرياتك مسافات قليله. مثلا الناس اللي عايشه في مصر، يعني لو انت بتسافر من القاهره للعين السخنه ده مشوار ظريف، انت ممكن تروح وترجع من غير ما تضطر انك تشحن العربيه. او حتى لو مسافر اسكندريه برضو مفيش مشكله. انما لو هتسافر بقى مسافه بعيده، هتسافر شرم او هتسافر الغردقه، فدي هنا بقى تبتدي تفكر هتقعد تشحن كام مره وهتاخد وقت قد ايه. فالموضوع ده يعني خلي بالكم بيبقى ممل شويه. فلو عندك سفريات طويله لازم يكون عندك عربيه الرينج بتاعها كبير، الرينج بتاعها مش اقل من 600 كيلو، لانه كده كده ال 600 كيلو دول مش هيبقوا 600 كيلو، فلما تقف تشحن مره واحده اتس اوكي. ولازم كمان يكون سرعه الشحن بتاع العربيه سرعه عاليه. يعني انا بقى هقول لكم بقى لما سافرت بقى بالتسلا الرينج بتاعها حوالي 650 كيلو، زي ما قلنا ال 650 دول ممكن يوصلوا ل 550، ولكن ال 550 دول اولا هيمشوني مسافه طويله، ثانيا سرعه شحن التسلا سريعه جدا. محطات الشحن اللي موجوده هنا في فرنسا سرعتها بتوصل ل 350 كيلو وات في الساعه، فطبعا دي سرعه معقوله، ولكن المفروض كمان ان هم هيعملوا لها ابديت هيوصلوها ل 500 كيلو وات في الساعه، فده قريب جدا هتوصل للسرعه دي. فبالتالي سرعه الشحن بتبقى سريعه جدا. انا لما سافرت بيها كانت مسافه كبيره، فوقفت اشحن مره واحده العربيه اتشحنت من 20% ل 80% في حوالي 15 دقيقه. فطبعا ده وقت يعني مجرد ما بنزل اريح شويه واشرب قهوه خلاص ما بحسش بالوقت. ففي النهايه الكونكلوجن ان انت لو بتستعمل العربيه جوه المدينه مفيش مشكله، هات عربيه اي رينج، كده كده احنا زي ما اتفقنا هتشحنها في البيت. لو هتسافر مسافات طويله ما ينفعش تشتري عربيه الرينج بتاعها قليل، وما ينفعش تشتري عربيه الشحن بتاعها بطيء، لازم يكون الرينج كبير والشحن بتاعها سريع. بس هي دي تجربتي بكل امانه مع العربيتين الكهرباء اللي انا جربتهم، بدون اي تحيز وبدون اي حاجه. ان انا بصراحه بستغرب من الناس اللي بتقعد تدافع جدا عن العربيات الكهرباء، والناس اللي بتقعد تدافع جدا عن العربيات البنزين، ويدخلوا مع بعض في نقاشات غريبه جدا. يعني الموضوع وصل بينهم لحرب مين اللي رايه صح. يا جماعه مفيش حاجه اسمها راي صح 100%، كل واحد على حسب ظروفه وكل واحد على حسب امكانياته. فالعربيات الكهرباء كويسه، العربيات البنزين كويسه، العربيات الهايبريد كويسه، العربيات الريف كويسه، ولكن في الاخر هنقول ايه؟ كل واحد على حسب امكانياته، كل واحد على حسب ظروفه، كل واحد على حسب استعماله. الحلقه الجايه ان شاء الله هقول لكم الفرق بقى ما بين العربيات الفول الكتريك والعربيات الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف، ايه الفروقات اللي بينهم، وايه الكويس وايه اللي وحش، وايه المشاكل اللي بتحصل من كل نوع من الانواع دي. تابعوني في الحلقات الجايه هقول لكم على حاجات مفيده جدا، وصباح الفل.